السلام عليكم. اليوم الفيديو متخصص حق الأزواج اللي هم دائما يحبون يحطون كل شيء على شماعة تراها زميلتي مو بأكثر من كذي. الموضوع يبتدي ان نحن عندنا جروب لطيف ظريف في الشغل على الواتساب، وفيها واحدة يعني ماخذة الاهتمام بزيادة شوية، وبعدين يبتدي الرسائل بيني وبين زميلتي، وفي رسائل يكون في يلا نطلب غداء، يلا نطلب ريوق، وبعدين في مشاركة الريلز، في ضحكة من هني، وعلى ان نحن الاثنين نحب نفس الموضوع ونحب ننكت على نفس المواضيع، في اشياء مشتركة بيننا، وكل هذا نحطها على شماعة ترها بس زميلتي مو باكثر من كذي. بس شوي شوي موضوع وانا على فكرة انا اول شيء معاكم ان معظم الازواج فعلا في الاول يشوفون ان هي زميلتي فعلا، وهو ما يكون في شيء في خاطره، بس شوي شوي ابتدي اقارن زميلتي بزوجتي، وهذه مقارنة غير عادلة، لأن أنت زميلتك ما في بينك وبينها أي كوميتمنت، ما في التزامات، بس في بيت في التزامات، في مسؤوليات. العلاقة هني غير عن العلاقة هني، العلاقة هني ما فيها شيء أنا متمسك فيه أو إني أنا مسؤولة عن شيء. في البيت لا، في ضغوطات، في عيال، في مسؤوليات، ويجيب وودي وكذي ها، وفي مناوشات، فالمقارنة غير عادلة. فشوي شيء من إن هي كانت زميلتي تصير واحدة مقربة لي، وشوي شوي يمكن يتغير المسمى من زميلتي. فالأحسن إن من الأول نقفل الباب على الشيطان، وما نفتحه، ونحط حدود واضحة بيننا وبين زميلاتنا في الشغل. شاركوا الفيديو مع أي حد ممكن يستفيد، ومع السلامة.